السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بسرعة بقى، زلابية ال10 دقايق كده ما بتكملش معاكي وقت خالص. كنت قاعدة بالليل وعيالي عايزين ياكلوا حاجة مسكرة، قمت بقى جهزتها في اقل كمان من ال10 دقايق. ولو جالك ضيوف على غفلة، بصراحة من الحاجات اللي بتنقذني جدا. هقول لكم طريقة سهلة جدا ليها، ولا تخمير بقى ولا اي حاجة، وطعمها في منتهى الجمال. مقرمشة جدا من بره وطرية قوي من جوه، طعمها حلو جدا. في بولة كده هنزل بيها كوباية ونص من الدقيق، على حسب طبعا الكميه اللي انت عايزاها. هتعملي كميه كبيره او قليله. انا هعمل الشويه اللي انت شفتيهم دول كده، هناكلهم بالليل واحنا قاعدين. هنزل عليهم كده ب3 معالق صغيرين من السكر، ومعلقه كده من البيكنج باودر، وكوبايه زبادي كبيره، رشه ملح بسيطه كده. وهقلب بقى كل الكلام ده الحلو في بعضه، وبعدين هنزل بكوبايه الزبادي، وهبتدي اعجن الدقيق بالزبادي والبيكنج باودر والسكر على ايدي كده على طول، من غير خميره ولا اي حاجه. اول ما احس ان هي محتاجه معايا شويه سوائل، هنزل كده بنقطتين كده من اللبن، معلقه، لحد ما العجينه دي تلم معايا وتبقى شبه عجينه الزلابيه بالظبط. لو ما عندكيش لبن وعايزه تحط لها ميه، مفيش مشكله خالص. كده كده احنا حاطين كوبايه من الزبادي. هفضل اقلب كده، احتاجت معايا من 3 ل 4 معالق من اللبن. هقلب هقلب، قلبيها حتى لو خشنه في ايدك ما تقلقيش، افضلي قلبي فيها جامد. شايفين هي خشنه ومخرزه ازاي؟ من كتر التقليب بقى معاكي هتنعم كده، ويبقى شكلها وقوامها في منتهى الجمال. قلبي وما تحطيش بقى سوائل تاني لحد ما تتاكدي ان قوام العجينه مناسب جدا. شايفين بقى ابتدت تنعم ازاي وقوامها هيبقى حلو؟ 5 دقايق كده بس من العجن، وبعد كده فضيها في كيس. من اول ما دخلت المطبخ انا ولعت على طاسه الزيت تسخن، يعني ال5 دقايق اللي حضرت فيهم كنت مولعه على طاسه الزيت، بس كمان موطيه عليها النار عشان مش عايزه الزيت يسخن قوي. بحط بقى الكيس بتاعي، اي كيس عادي من اللي عندك، كيس كده عادي من بتوع اللبن دولت، وبفضي فيه العجينه بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده. العجينه بتبقى بالقوام ده، او اتقل بحاجه بسيطه يعني، مش هتبقى اخف من كده. بس كده تمام. وببتدي بقى الف الكيس واربطه كده، واقطع حته من تحت كده من قلب الكيس، والزيت بتاعي يكون سخن. وهبتدي بقى اقطع الزلابيه في قلب الكيس. اظبطي ايدك، اول طاسه معايا ما تبقاش مظبوطه، لحد ما تظبطي بقى ايدك كده وتطلعيها بالحجم اللي انت عايزاه. عايزاها صغيره، عايزاها كبيره. انا عايزه اعمل الحجم الصغير ده، اولادي بيحبوه. عايزه تكبري عن كده زودي وانت بتنزلي من الكيس. شايفه بالمقص كده، بلي المقص زيت، وابتدي قطعي بقى الزلابيه بالمقص كده. اسهل طريقه بستخدمها، وبصراحه بتنقذني بقى في اقل وقت بلاقيهم كلهم اتعملوا. شايفه بقى الطريقه بتاعتها سهله ازاي وحلوه جدا، ولا سيبناها تخمر ولا قعدت وقت ولا اي حاجه. طعمها حلو جدا وشكلها حلو جدا. شويه سكر بودره كمان، ما لحقتش اعمل لها شربات. شويه سكر بودره كده، وكان عندي مكعب شوكولاته سيحته زينت بيهم، وبالف هنا وشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وشير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وما تنسيش بقى كومنت حلو. لو مش مشتركه في قناتي على اليوتيوب، هستناكي تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. ولو مش عامله متابعه للصفحه على الفيسبوك، هستناكي تعملي متابعه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وباي باي.